وفي سياق ردود فعل الأحزاب حول التركيبة المقترحة لحكومة المشيشي، توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي برسالة إلى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تضمنت العديد من التحفظات تتعلق بهيكلة الحكومة، مطالبة بتعديلها. لم يجد الحزب الدستوري الحر صدا في التركيبة الحكومية المعلنة لمبدأ الاستقلالية والكفاءة التي تعهد بها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، حسب ما أفادت به رئيسة الحزب عبير موسي. وفي ندوة صحفية ذكرت أن التسميات المعلنة شهدت انحرافا في اللحظات الأخيرة، ورضخت حسب وصفها للترضيات والمحاباة، مطالبة بتغيير وزارة ترويكا ووزارة الداخلية والعدل وتكنولوجيا الاتصال، فضلا عن تجنب تسييس القضاء وفق تعبيرها. كنا نأمل أنها تكون حكومة مستقلة تماما وفيها كفاءات، فقط نلقاو زادة بعض الأسماء كما علي الحفصي ما فماش الكفاءات وما فماش الاستقلالية. وزير الداخلية أحد أصهاره من الدواعش ومورط في الإرهاب، وممن صدرت ممتلكاتهم على إثر تصنيف تونس في القائمة السوداء في 2018. فما وزارات الوزراء اللي فيهم وخاصة وزارات سيادة على غرار وزارة الدفاع عندهمش حسب السيرة الذاتية نتاعهم حتى خبرة في تلك المجالات. تم إدماج وإرساء مبدأ تسييس القضاء، باعتبار العدد الكبير من القضاة الموجودين في الحكومة ما تنجم تكون إلا رسالة إلى القضاة أنهم يبتعدوا عن الحياد والاستقلالية. وزير عدل قريب من الإخوان وبالتالي غواصة ولا نقبل به. كما انتقدت عبير موسي الخيار الذي انتهجه هشام المشيشي، واعتبرت أنه لا يخدم مسار الإصلاحات الكبرى التي يرنو إلى تحقيقها من خلال هذه الهيكلة المقترحة. أولا أعطينا ملاحظات هيكلية لأنه سبق أنه تحدثنا فيها مع رئيس الحكومة المكلف: غياب التنمية الجهوية، غياب التكوين المهني، غياب التشغيل، وغياب حقوق الإنسان. هذوما أسئلة، وأيضا غياب التخطيط. هذوما ماذا بينا إذا كان تم مراجعة تسميات الوزارات. ودعت موسي رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية إلى التدارك بالتعديل في بعض الأسماء المقترحة، مشيرة إلى إمكانية التغيير دستوريا والعودة إلى المنهج الذي تعهد به المشيشي باختيار كفاءات مستقلة وبعيدة عن أي تجاذبات أو شبهات.